بعد اكتر من 8 سنين من نزول ايفون 7 قررت استخدمه لمده اسبوع كامل في الموبايل الاساسي. الفكرة ان الموبايل دوت فيه 3 نسخ، 32 جيجا، 128 جيجا، 256، والنسخة اللي جت معايا هي اقل نسخة فيهم اللي هي 32 جيجا. وبالنسبة لحالة الجهاز اللي معايا كانت مش الافضل لانه كان مغير بطارية، زائد ان هو كان فيه بقى خبطات بسيطة كده وشرخ بسيط في الشاشة، حوارات كده يعني ما ايه، ده مش هيفرق قوي في تجربة الاستخدام غير البطارية طبعا اللي هتكلم عليها كمان شوية. انا من الناس دايما اللي ما بتنصحش ان انت تشتري ايفون قديم او جهاز قديم، بس بالرغم من كده ببقى عايز اجربهم، وهركز في الموبايل دوت على 3 حاجات هما الاداء، الكاميرات، البطاريه. مبدئيا اول ما تمسك الموبايل بريميوم جدا، الظهر بتاعه معدن وتقريبا نفس تصميم الايفون 6 اس اللي احنا عملنا عنه فيديو قبل كده، يعني اختلافات بسيطة جدا بس توتال شكله من كل حاجة تقريبا. عايز اقول ان طبيعي ان الاجهزة دي تبقى بريميوم لغاية دلوقتي وجهاز تحسه غالي والكلام ده، لسبب ان الجهاز ده وقت ما نزل كان فلاجشيب اصلا، ما كانش جهاز فئة متوسطة او فئة اقتصادية، لا هو كان وقتها وقت نزوله كان هو احدث جهاز في المجرة عادي في الكوكب. ولكن اما تبص على الظهر ما فيهوش غير الكاميرا والفلاش والمايك، وما نيجي بقى الوش الجهاز هتكتشف الحواف القديمة. انا حاسس لو انا متقبلها عادي بسبب ان انا استخدمت قبله جهاز شكله قبل كده والحوارات دي، ولكن الشاشة نفسها كانت 4.7 انش اتش دي مش فول اتش دي، اللي هي 720 مش 1080. حتة اللي انت بتتفرج عليه بتلاقي الالوان كويسة لحد ما، مش الافضل، ولكن عايز اقول ان الجهاز لا، يعني انا كنت شايف المحتوى فيه كويس، مش مضايقني خالص، ولكن كنت بحس بالفرق لو انا بقارنه بجهاز تاني او ماسك جنبه حاجه تانية. ولكن لوحده كده الجهاز تمام معايا وما فيهوش اي مشاكل. كان فيه بصمه، ما فيش فيس اي دي طبعا، والبصمه هنا كانت سريعه، يعني ما واجهتش مشكله، يعني ما كانتش بتعلق مثلا، ما كانش فيها اي مشاكل. زائد كمان اللي عايز اقول لك اللي هي يعني فيها هابتك فيدباك، ده مش زرار، يعني زرار البصمه ده مش زرار اصلا. اهم حاجه بالنسبه لي واكتر حاجه بحبها في الموبايلات وهي الكاميرا. تجربتي بقى مع كاميرات الايفون 7 موبايل بسيط جدا، ما فيهوش غير كاميرتين، الكاميرا الخلفيه والكاميرا الاماميه. الخلفيه 12 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8، والاماميه 7 ميجا بكسل ب 2.2 فتحه العدسه. ده هيهمك في حاجه؟ لا، انا هقول لك عن تجربه عموما بقى دلوقتي. الموبايل كويس بشكل مش طبيعي. الايفون 7 في حته ثانيه، كنت بحس اللي هي فينتج كده ومديه لوك قديم شويه بشكل او باخر، ما كانتش اجمد حاجه طبعا، ولا هي السيئه اللي هو ايه ده لا الصوره دي وحشه جدا، لا الصوره حلوه ممكن تظبطها بايديت. وبالنسبه للكاميرا الاماميه الصراحه ما كانتش عجباني خالص بسبب اللي هي دقه قليله والهاردوير ضعيف، لكن تمشي معاك الدنيا مثلا لو انت بتعمل فيديو كول. زائد كمان ان الكاميرات في اللو لايت يعني كانت ساعات بتدي صور كويسه، ولكن المبهر اكتر وهو الفيديو. الكاميرا هنا بتصور لغايه 4K 30 فريم، ولكن اما تيجي توجهه مثلا حته فيها ضوء عالي بتبص تلاقيه ما بيقدرش يوازن الالوان زي مثلا موبايل احدث منه. كان في ثبات عادي في الكاميرا ومش سيء خالص، يعني كان شغال. ولكن من المشاكل اللي واجهتها هي اما بتيجي تصور فيديو وتقعد مده طويله شويه بتلاقي الجهاز بيسخن. الجهاز سخن جدا جدا وانا بصور بيه الفيديو، ولكن يعني ما عملش حاجه، يعني ما كانش فيه تهنيج مثلا في الفيديو نفسه او لاج حصل او كده بسبب سخونيه الجهاز، لا هو كان الفيديو عادي، ولكن الجهاز نفسه كان سخن جدا. ولكن اما نيجي بقى للاداء، الموبايل هنا جاي معالج ال A10 بس ده 16 نانومتر وحوارات كده. بقول لك حوار 16 نانومتر ده بيأثر على ايه؟ يعني اداؤه وقتها، وزي ما بقول لك وقتها كان وقت نزوله كان هو احدث واقوى موبايل موجود. الجهاز ده دلوقتي بيشغل الدنيا عادي، جهاز في العموم شغال سلس، ما بيقطعش، ما فيهوش تهنيج، شغال عادي، بتتنقل، بتفتح اي تطبيق، بتخش على حاجه، بتفتح الكاميرا، بتعمل كول، بتعمل اي حاجه. ولكن في العموم كان اداؤه سلس بالمقارنه ان انت جبت جهاز كان نازل من وقتها برضو مش هتلاقيه بيديك نفس الاداء من اندرويد نهائي. مفيش بجد جهاز من اندرويد بنفس السنه هيديك نفس الاداء ده دلوقتي، وده السبب اللي مخلي الايفونات القديمه اللي زي الايفون 6 اس وال7 وال8 والحاجات دي لغايه دلوقتي الناس بتروح تشتريها وتبقى بتسال هل اشتريها ولا لا. عايز تعمل تفتح فيسبوك، انستجرام، تيك توك،
اي منصه. زي كمان الجهاز دوت وانا ماشي بيه وكده، هو اكيد من غير سكرين ومن غير جراب ومن غير الكلام ده. اما جيت اسال على الاكسسوارات لقيت له اكسسوارات عادي جدا اكنه لسه نازل الايام دي، فاهم. بس واحده من العيوب اللي قابلتها، الايفون 7 ما فيهوش مدخل 3.5 مللي بتاع السماعات. في حته برضو الاداء، ما بشغل عليه اي فيديو او موسيقى او اي حاجه، الصوت كان كويس جدا. ما كانش عالي الصراحه، يعني كان نوعا ما جهاز صوته واطي. اما مثلا في حته المكالمات فالجهاز كان كويس قوي في المكالمات. يعني عايز اقول لك مبدئيا كده البطاريه هنا اصلا 1960 ملي امبير، حاجه يعني صغيره جدا. وكمان الجهاز اللي معايا بطاريته متغيره، فكان ادائها وحش جدا. بطارية حرفيا ما كانش بيكمل معايا ساعتين استخدام، ما بيكملش اليوم. وعشان برضو الموبايل قديم فاكيد مش هتلاقي منه حالة كويسة، مش هتلاقي منه بطارية 100%، مش هتلاقي منه حالة يعتمد عليها ويبقى موبايل بيرفكت. لو لقيت حاجة كده يا اما نادرة جدا يا اما نصبايا، وفي الاغلب نصبايا.